يعني شنو المشكلة إذا الإنسان فقر ابن فقر؟ عار؟ أنبياء الله يسولف وياهم كانوا فقراء بحياتهم. شنو المشكلة؟ الشغلة الثانية، إحنا البشر كلنا بدون استثناء كلنا فقر ولد فقر. أنت ما قارئ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله الغني، إحنا كلنا فقر. يعني لا تتوهم شوية فلوس تخليك غني بهاي الحياة، لا صديقي. الفلوس ما تسوي الإنسان غني. الإنسان يكون غني من يكون عنده شيء ما تقدر تشتريه الفلوس، اللي هو أنت. هذا دماغك، أفكارك، مشاعرك، موهبتك بالحياة شنو؟ أدبك، أخلاقك، تربيتك، اطلاعك، معرفتك إلى آخره. هاي ما تقدر تروح تشتريهم، هذني لازم تبنيهم. أنت تكون غني بهذني ومع ذلك تبقى فقير إلى الله. أما الفلوس فضرورتها بالحياة هي توفير أساسيات العيش اللي تخليك أنت مرتاح، أهلك مرتاحين، جهالك يروحون مدارس محترمة، تحفظ كرامتك، تحفظ ما وجهك، ما تحتاج أحد. عدا ذلك الفلوس كل قيمة ما إلها.